اهلا بيكم في سلسلة وصفات رمضانية. هنعمل المكرونة بالبشاميل. مين مختلف على حبها؟ هنعملها النهاردة علشان عزومات رمضان. هنعملها بكام تركاية هتظبطها معاكي. مقادير بشاميل ناجح ومتماسك، درجة سوا مظبوطة، المكرونة بوحدتها والخلطة متماسكة. وهنعملها خطوة خطوة علشان لو لسه مبتدئة في المطبخ تنجح معاكي ان شاء الله. انا صباح مجدي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار بوصفات الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونبتدي. اول حاجه، علشان نعمل بشاميل مختلف عن كل مره احنا بناكله ونعمل بشاميل مبهر، محتاجين ان احنا نبهر الحليب. ده معايا كيلو من الحليب او لتر من الحليب. هضيف ليه ورقه واحده لوري، وهنضيف عليها معلقه من الفلفل الاسمر. اكيد طبعا ممكن تضيفوا فلفل ابيض لو متوفر عندكم، بس انا ما كانش متوفر عندي. وهبدا ان انا اقلبه واسيبه على نار متوسطه لحد ما يدفى. بس هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة بدون أي إضافة مادة دهنية زي ما اتفقنا، واسيبها لحد ما تبدأ إن هي تفك معانا وتاخد لون وتتشمح كده من تحت. وبعدين هبدأ إن أنا أقلب فيها بالطريقة دي. أنا هنا بوريكم إن أنا ما حطيتش أي مادة دهنية، بس هي كان فيها دهن فعملت الدهون دي، فمش محتاجة إن أنا أزود لها. هفضل إن أنا أقلب فيها كده وافكها، لو فيها أي كلاكيع أو أي حاجة فكها، يا إما بالمعلقة أو بهرسة البطاطس أو الفول. وهعملها بالطريقة دي لحد ما تفك كلها وتعمل طبقة من تحت ان هي تاخد تحميرة كده. هنزل بقى ببصل وجزر مبشور. عندي دي بصلاية كبيرة متقطعة، ممكن تبقى مبشورة تمام. جزر مبشور، ما عندكيش جزر مبشور ممكن نضيف معلقة واحدة من السكر عشان دي تدي تسكيرة للعصاك. وهنميكس بقى كل دول مع بعض، وبعدين هنضيف بقى التوابل بتاعتنا هتبقى بسيطة علشان مش عايزين نفقد طعم اللحمة وما تبقاش بهاراتها تقيل كتيرة. هضيف معلقة من 7 بهارات، ومعلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة من الملح، وهضيف كمان معلقة من الفلفل الأسمر هضيفها دلوقتي عشان كنت نسيتها. بس هي دي البهارات بتاعتي، يبقى معلقة من ملح، معلقة 7 بهارات، معلقة بهارات لحمة، معلقة فلفل أسمر، وبس على كده دي بهاراتنا. بعدين هديهم تقليبه واسيبهم بقى لحد ما البصل يستوي والجزر يستوي، وكده العصاق بتاعنا جاهز معانا. اضافه بقى انا بحب اضيفها جدا، بعمل لها صلصه. لو انت عندك صلصه جاهزه اللي هي البيوريه الطماطم دي تمام. ما عندكيش هتحطي 500 مللي من عصير الطماطم مع معلقه سكر ومعلقه ملح على النار لحد ما يمتزجوا زي صوص البيتزا كده. بس عايزه بقى تحطي طماطم مبشوره او مكعبات زي ما انت عايزه، بس احنا مش عايزين يبقى فيها ميه. هنيجي بقى نعمل البشاميل. هحتاج 4 معالق من الزبده. 4 معالق من الزبدة، مش هضيف لا سمنة ولا هضيف زيت. 4 معالق من الزبدة. وأول ما الزبدة تلين كده هنزل ب4 معالق كبار من الدقيق. أنا مش هسيب الزبدة تتقدح أو تسخن قوي عشان ما تتحرقش مني. وبعدين هبدأ إن أنا أقلب الطريقة دي. ايدك فيه، ما تسيبيش الدقيق عشان ما يتحرقش. هفضل اقلب لحد ما يبدأ لونه ان هو يتغير وريحته ان هي تطلع زي ما اتفقنا. 4 معالق كبار من الزبدة عليهم 4 معالق كبار من الدقيق. وهستمر في التقليب لحد ما يبدأ ان هو يفور معايا ويبقى بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. هفضل برضو مستمرة في التقليب. في الاول بتحسوه مكلكع كده، وبعدين بيبدا ان هو يفور معاكم ويوصل للمرحله دي. اول ما اوصل للمرحله دي هبدا ان انا انزل بالحليب اللي انا كنت مدفياه. شايفينه عامل زي البيوري كده ازاي؟ هبدا بقى انزل بالحليب تدريجيا. هنزل الاول بربع كميه الحليب واقلب. البشاميل معايا في الاول هيكلكع ويبقى معايا بالطريقه دي، ما تخافيش هو كده ما بص منك. استمري في التقليب، انت كده ماشيه تمام. تفضلي مستمره في التقليب وهو واحده واحده هيفك معاكي. وبعدين هترجعي تنزلي بقى ايه بكمان ربع كميه الحليب، وتفضلي تقلبي تقلبي لحد ما يفك معاكي ويبقى بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هتضيفي بقى بقيه كميه الحليب، يبقى هننزل بالحليب تدريجيا وهقلب فيه. وهنزل برضو ببهارات، معلقه من 7 بهارات، وعليهم كيس مرقه دجاج او مكعب مرقه دجاج هفركه كده واحطه، ومعلقه من الملح بس، عشان انا كده كده مبهره الحليب بتاعي. فمش هحط. خلي بالكم البهارات الكتير بتخلي الاكل يفقد طعم. هفضل اقلب فيه لحد ما اوصل للطريقه دي للشكل ده. انا عايزاه خفيف زي الشوربه الكريمي كده، مش عايزاه تقيل، لانه لما يدخل الفرن هيتقل، فما هتبقى الخلطه ماسكه في بعضها قوي كده ومش لطيفه. فنعمله خفيف كده. هدهن بقى الطاجن بتاعي او هبطنه بسمنه او زبده.
انا حطيت زبده، وبعدين هحط 3، زي ما بنقول عندنا هنا في مصر، 3 كبشات من البشاميل. احطهم في القعر كده عشان يحمروا لي الخلطه من تحت كده. ههز بس الطاجن عشان اوزع فيه البشاميل، وبعدين هنزل دول 3 كوبايات من المكرونه مسلوقين. انا سلقه 3 كوبايات بس على الكميه اللي انا عاملاها دي، بما يعادل 300 جرام او 350 جرام من المكرونه. هفرد بقى اول طبقه من مكرونه تحت كده، وهرصها كده جنب بعضها كده. وبعدين هنزل بقى بالعصاج بتاعي، اللي هو انتوا لو عملتوا بالطريقه دي اضمن لكم اطعم عصاج هتدوقوا في حياتكم. وزي ما اتفقنا ما يكونش في سوائل علشان ما يبهدلش الطاجن بتاعنا، وهنبدا ان احنا نرصه في كل الجوانب كده ونعمله بالطريقه دي. شايفين شكله ولونه حلو قوي يا جماعه، وطعمه في حته تانية صدقوني. اضافه بقى من الاضافات اللي انا بحب اضيفها هي رشه من الجبنه الموتزاريلا على العصاج عشان تخليه ماسك. وهضيف كمان عليه برضو تاني 3 كبشات من البشاميل زي ما بنقول عندنا هنا في مصر. وهنرجع بقى نكمل الطاجن بتاعنا رص. هنضيف المكرونه اللي احنا سلقينها، حاطين بس معاها معلقه ملح بس، مش حاطين اي زيت ولا اي حاجه. هنرصها كده جنب بعضها، نحاول نظبطها كده ونضغط عليها كده اللي هو ننيم اي حاجه. وبعدين ننزل بقى بكمية البشاميل اللي فاضلة معانا. شايفين البشاميل لازم يبقى خفيف كده شوية، ما يبقاش تقيل قوي عشان صدقني مش هتطلع لذيذة خالص. خليه خفيف كده عشان يتغلغل جواها كده ويخليها ماسكة. لكن لو عملتيه تقيل هتبقى الطبقة اللي فوق ماسكة بس، والطبقة اللي تحت مش ماسكة، فمش هتبقى لطيفة خالص. هنوزع بقى البشاميل بالطريقة دي ونهزها كده، نديها هزتين كده علشان نتأكد ان البشاميل نزل فيها من تحت عشان تطلع كلها ماسكة بعضها الطريقه دي. نيجي بقى عشان عايزين نحمر الوش. في ناس بتحط بيض وده ما رجحوش خالص. في ناس بتحط قشطه بلدي لو متوفر. ممكن تحطي جبنه موتزاريلا زي اللي انا حطيتها عاديه خالص. وبعدين بقى هندخلها الفرن. هتقعد نص ساعه. اول 20 دقيقه على درجه حراره 200. هنعرف منين ان هي خدت لون من تحت؟ لما تبدا ان هو البشاميل يبدا يعمل بابلز من فوق كده، وتبدا تحس ان هي اخدت لون من الاطراف كده، بقى كده هنوقف الفرن من تحت، نطفيه من تحت يعني، وهنشغلها 10 دقايق على الشوايه. تاخد 10 دقايق بس، هي اصلا كل حاجه مستويه فيها، هتاخد لون بس وتمسك معانا وبس. لما تستوي ما نطلعهاش على طول، نسيبها في الفرن مثلا نص ساعه كده او ربع ساعه لحد ما تهدى البشاميل يمسك، لان البشاميل بيبقى سايح. فعشان البشاميل يمسك فهنسيبها نص ساعه كمان، سوري 15 دقيقه كمان في الفرن مطفي عليها. بس الوصفه خلصت، اتمنى تجربوها، طعمها حلو جدا جدا.